السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. وصفة اليوم اللي هي المسمن على طريقتي، سهلة وبسيطة كما عودتكم، بدون تعب بدون عجن. كما راك تشوفوا يجي طري مورق، والنتيجة يعني كما راك تشوفوا ولا اروع وبدون مجهود كثير. كما عودتكم من قبل، نبدأ يعني نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قبل ما نبدأ المقادير وطريقة تحضير هذه الوصفة. باه تتحصلي على هذه النتيجة ما عليك إلا تتبعي معايا الوصفة الأخير، ونبدأ على بركة الله. بسم الله. عندنا كيلة من السميد، حاول يكون سميد رطب، وكيلتين من الفرينة. السميد حاولي تختاري نوعية جيدة، انا كان عندي متوفر سميد متوسط. درت 2 كيلات فرينة بكيلة سميد، وضفت لهم ملعقة سكر يساعد به تجي يعني المسمن تاعنا لون ذهبي، وضفت كيلة ماء، وحاولت نبدا نلم العجينة تاعنا بالتدريج. نحاولوا يعني نضيفوا الماء بالتدريج حتى تتشكل لنا العجين. زدت ضفت لها الكيلة الثانية، مدرتهاش الكل حتى يعني نشوفوا العجين تاعنا يتلم. كما تعرفوا نوعية السميد والفرينة تختلف من نوع الآخر، لهكا ما نقدرش نعطيكم كمية تاع الماء اكزاكت. حاولي عينك ميزانك، ما تديريهش قاصح ياسر وما تديريهش جاري، حاولي يكون قوام معتدل. كما شفتوا راني ما درتش الملح، راح نديرو بعد ما نخلي ترتاح العجين حوالي نص ساعة. نذوب شوي ملح في الماء ونضيفه للعجين، ونحاول ندخله في العجينة مليح، ونعجنه حوالي 5 دقائق هكاك، ونخليه يرتاح حوالي ساعة. وهكا بعد ما ارتاحت العجينة تاعنا شوفوا كيفاه راها تجي مطاطية. دليل نجاح العجين هو تخليه يريح. ديري في ساشية بليها وخليه يرتاح حوالي ساعة هكاك، ونبدو نشكلوا قرصات. حاول يكونوا قرصات صغار، ونرش السنيوة تاعنا بالفرينة، ونحطوا هذيك الكرات اللي شكلناها فيها. انا ندير فرين ما نديرش الزيت في هذه الوصفة، لانه من بعد راح يعني نحلها بالزيت، وراح نديرها بين الطرقة والطرقة بالزيت والزبدة. ما درت فرينة. حاولوا الكرات تاعنا نديرهم صغار باه نديروا 2 كرات في خبزة واحدة. هكا كملت، شكلت العجين كامل في كرات، ودهنته من الفوق بالزيت باه ما تجيناش قشرة وينشف لنا العجين تاعنا. وغطيتها كما راكم تشوفوا. ذوبت كمية من الزبدة حوالي 3 ملاعق، وضفت لهم حوالي 2 أو 3 زيت، ونضيف لهم قليل من الفرينة. هذه الفرينة تساعد على امتصاص الماء من الزبدة، إذا عندك سمن أفضل. كما راكم تشوفوا الخليط راهو سائل ماهوش ناشف. وهنا في صحن آخر درت شوي فرينة، وراح نضيف لها كيس خميرة الحلوى. حاولي تزودي شوي فرينة باه ترشيها ما بين الطبقات، مالا زودي شوي فرينة. ندير شوية تاع الخليط اللي شكلناه تاع الزبدة والفرينة والزيت،
ندهن بهم سطح العمل اللي راح نخدمه عليه، وناخذ كرة ونبدأ نحلها بشوي، نحاول نرققوها مليح على قد ما نقدره. وهكا بعد ما حليت الورقة الأولى تاع العجين، نحاول نضيف الخليط اللي درناه هذاك تاع الزبدة، باه نورقو بيه بين طبقات حوالي ملعقة هكا، ونضيف القليل من الفرينة وخميرة الحلوى اللي عملناهم. الخميرة اللي ضفناها الفرينة تساعد على تخلي ما بين الطبقة والطبقة ما يلصقوش، وتجي القوام تاعها مثل الجاتو، يعطي طراوة كمحسن للخبز يعني. كما راك تشوفوا طبقت العجين تاعنا عن بعضاه، وراح نضيف شوي فرينة، نحاولوا ما نكثروش غير شوي بركة، ونزيد نطبقها مرتين من الجانب الايمن والجانب الايسر، ونخلوها في سنيوة اخرى تكون دهناها يعني باه ما تلصقناش. ونزيد نشكل كرة اخرى، نحل العجينة بنفس الطريقة، نحاول نرققوها مليح حتى تشوفي سطح العمل يبان من الورقة تاع المسمنة تاعنا. ونضيفو شوية تاع سمن عفوا على الخليط اللي درناه في الاول نضيف منه شوي، ونزيد قليل من الفرينة. يعني صدقوني هذه الوصفة جربوها وراح تعجبكم وراح تدعولي يعني ولا اروع. نحط الكعبة اللي خدمناها تاع المسمن فوق الورقة الثانية، ونحاول نطبقها عليها، ونزيد يعني نرش عليها بالفرينة، ونعاود نغلقها على بعضها بهذه الطريقة. ان شاء الله يعني تكون فهمتوا يعني الشرح تاعي يكون مفهوم. نخليها ترتاح شوي ما بيت ما نخدم الكعبة الثانية. درت لكم حبة اخرى باه تفهموا طريقتي مليح. راح نخليكم تشوفوا معايا الطريقة. وهكا يعني راح نحل الحبة بعد ما ارتاحت. نكون حطيت طاجين او مقلاة يسخنوا على نار يعني تكون نقص النار،
باه ما تحرقوش كعبات المسمن تاعنا، يطيبوا لون ذهبي وفي نفس الوقت تتورق يعني مليح. هكا نحلها مليح كما راك تشوفوا. نحاولوا نحلوها بالاطراف ونسووها مليح تكون قد بعضها كل. ونحطوها الطيب. انا درتها في مقلاة تكون كبيرة شوي. نحاولوا نقلبوها مخلوهاش تطول. كيما راك تشوفي معايا. نزيد نحاول نقلبها الطرف الاخر ونقعد هكا نقلب فيها حتى نشوفها بدت يعني تنفخ ونحس تورقوا العجين من الداخل وطابت شكلها من برا يكون مليح. كيما راك تشوفوا معايا راها وصفة ناجحة وشكلها يشهي. يعني نتمنى تجربوا هذه الوصفة وان شاء الله تضعوا لي جام وتدعموني بالاشتراك. اذا عندكم اي استفسار او تساؤل حطوا لي في التعليقات. نشكركم على المشاهدة. يعني شوفوا كيفاه جا يعني ولا اروع. والبنة يعني حاضرة اكيد ولا اروع بنتها تهبل. يعني تحطيها مع لاتاي او مع شربة. كيما انا حطيتها مع شربة رفقتها مع شربة كيما راك تشوفوا شربة فريك. اذا تحبوا نشارككم وصفة الشوربة فريك يعني. ونترككم في رعاية الله. شكرا على المشاهدة. مع السلامة.